لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك. أنا إمام محمد برغال، أم الأسير مخلص برغال. إله سجين 26 سنة. شو رسالتي يعني بدك توجهي رسالة هذا اليوم انت متوجهة للحج طبعا. نعم. رسالة من الله تيجي ان شاء الله الفرج، نتأمل انه ربنا يفرجها على السجناء عن قريب، وانه نحسن هالحالة بأحسن حال. ايش بدي اوجه رسالة لمين؟ يعني بنشكر اللي سعوا بهذا الأمر، ونشكر اللي برضه ساعدونا لما ورثنا ورجعوا الأمور لنصابها، وبنتمنى للكل الخير والهداية والوفق، ونتمنى إننا نقدر نكمل مراسم العباد اللي إحنا ناويينها ونرجع بسلام الله يا حبايبنا منك. طيب هذا التأخير بعد كيف طبعا سفرة الحج تأخرت يعني فترة معينة، لمين تحمل المسؤولية؟ والله مش أنا اللي بحمل المسؤولية، المسؤولية انقالت علي وعلى لسان يعني أكثر الناس اطلاع وعلى أكثر الناس مسؤولية. إنه في إنسان ما بعرف، يعني أنا بديش أعطي علامات ولا بدي أعطي ألقاب للناس، بس على كل الأحوال التصرف اللي تصرفه ما كانش مضبوط. في ظلم لفئة كاملة، يعني ناس إلهم مكانتهم وإلهم ماضيهم وإلهم عذاباتهم وإلهم كل الحق إنهم يكونوا زيهم زي بقية إخوتهم. كان يعني ناوي إنه يستثنيهم من الأمر هذا. الحمد لله رجعوا في ناس إلهم ضمائر اللي رجعوا الأمور لنصابها، وهيانا ماشيين إن شاء الله بنمشي ونرجع ولو إننا متأخرين شوي. محمود هباش طبعا محمود الهباش اللي وزير اللي هو عمل هذا الشيء. نعم. الحمد لله اللي في ناس قدرت تعدل الامور، نشكر كل واحد سعى ولو بكلمه. كنت سهله طبعا على الحج ان شاء الله. شو لمين تدعي هناك يعني شو؟ والله انا طول ما انا بطوف في الحج اللي فاتت وان شاء الله هاي السنه، وانا اول دعاوى بدعيها للبلاد وللوفق بين اللي متحكمين في البلاد وللشباب المناضلين ولا الناس ترجع يعني حقها ولا مطرحها، والغياب يجوا. هاي اللي ندعي نطلب، إلنا طلب غيره هذا. سبحانه لا إله إلا هو. صحيح بندعي لأولادنا، بندعي لديننا يكمل، بندعي، لكن في الأساس هي الإشي اللي شاغل بالنا. وسرانا الله يفرجها عليهم ويطلعوا، وبلادنا تتوفى، وزعمائنا يحطوا قلبهم مع قلب بعضهم، وهذا هو المنى. طبعا بدك تحكي لنا شو القصة، ليش تأخروا، ليش هاي الأمور، ليش السطن طالعين؟ بسم الله الرحمن الرحيم. رئيس محمد عمري، مدير مؤسسة التطبيق برعاية السجين. بالنسبة للمكرمة الملكية من خادم الحرمين الشريفين لأهالي أسرى الداخل الفلسطيني، في البداية تم يعني استثناء أهالي أسرى الداخل الفلسطيني والقدس الشريف من هذه المكرمة الملكية على يد محمود الهباش وزير الأوقاف من رام الله، بحيث حصل يعني هناك يعني
سرقة لهذه المكرمة بحق أهالي أسرى الداخل الفلسطيني والقدس الشريف. بعد ضغوطات وتحركات على المستويات عالية تم إعادة هذه المكرمة الملكية لأهالي أسرى الداخل الفلسطيني والقدس الشريف. والآن نحن إن شاء الله سنتوجه اليوم إلى المملكة الأردنية هناك إلى الفندق في جبل الحسين، من ثم سننطلق الساعة 10 ليلا إلى مطار الملكة علياء لننطلق من هناك الساعة 2 ليلا إلى الديار المقدسة إلى مكة إن شاء الله. ننزل في مطار جدة من ثم نتوجه إلى مكة لأداء العمرة، ثم لننتظر إلى حين مناسك الحج إن شاء الله. لما تقوم بهذه المناسبة؟ في هذه المناسبة نحيي خادم الحرمين الشريفين بداية على موقفه ومكرمته الملكية. ثانيا نحيي أهالي أسرى القدس ولجنتهم وعلى رأسها الأخ أمجد أبو عصب الذي عمل جاهدا لإعادة المكرمة الملكية لأبناء الداخل لأهالي أسرى الداخل الفلسطيني والقدس الشريف. كذلك نشكر الأخ محمد زيدان أبو فيصل رئيس لجنة المتابعة، ونشكر الشيخ كمال الخطيب على جهوده، ونشكر كل من ساهم في إعادة هذه المكرمة، كما ونحيي لجنة متابعة قضايا أسرى الحرية التي عملت أيضا جاهدة لإعادة هذه المكرمة الملكية. ونخص بالذكر مؤسسة يوسف الصديق لرعاية السجين والرابطة العربية من أجل الأسرى والمحررين عام 48 وعلى رأسها منسقها الأخ منير منصور.